جالي تليفون من شخص من الناس المتابعين. ابو حميد، السلام عليكم. وعليكم السلام. اخش في الموضوع. في ست مصريه شقيانه في مكان بتاعها، وبتعمل اكل مصري واكل باكستاني وهندي حلو قوي. قلت له اول مره اسمعها بصراحه في الكويت بصراحه يعني. فانا ماشي تابعت الموضوع. طيب احنا يعني عايزك تجرب وكده وندعم الايه، وندعم الست المصريه. قلت له عيوني، مش اي مشكله. بصراحه انا رحت وعديت وشيكت، بس للاسف كان الوقت متاخر، ما كانوش كانوا خلصوا يعني، ما كانش في هناك اصناف. فقلت تاني يوم بقى لازم اروح لهم. فهي عرفت فجهزت سفره كبيره. والنهارده هو مش اعلان خالص، هيكون دعم وهيكون حاجه جديده يعني، مغامره جديده تبداوها معايا بقى في العشر دقائق دول من بدايتها نهايتها. ونزلت اعلان تاني عندي على الستوري، طلبت ان الناس تيجي معايا، ناس محايده، مش عايز ناس مشاهير مثلا يجي يقولوا لي حلو والكلام ده، لا، ناس محايده ما تعرفنيش تيجي تقعد معايا على الطاوله. وان شاء الله الطاوله دي لو طاوله كبيره هنحاول ان احنا كمان الاكل ده ناخده نوزعه على الناس اللي محتاجه. وهندفع ان شاء الله كمان الفلوس، عشان اكيد الست اجتهدت وعمل حاجات كتير. المهم انا مش عايز اطول عليكم، احنا وصلنا بنيد الجاره اهوت، طلعنا على البحر كده، ايه ناخد تاني الاول ونخش في الموضوع. فنخش في الموضوع. مطعم مكانه في بنيدي الجار. طبعا انا اول مره اصلا اروح اكل في مطعم بيقدم اكل مصري وباكستاني وهندي، بس انا متشوق وعرفت ان في بط وفي محاشي وفي حاجات كتير. هكتب لكم طبعا ارقام التليفونات، اذا كان في منيو هنزله لكم تحت، العنوان، كل حاجه هتتكتب تحت الفيديو او على الفيديو، هنشوف الطريقه المناسبه يعني. ف يلا بينا. بصوا احنا وصلنا، احنا في قطعه 2 بنيدي الجار. ده المطعم هناك اهو، احنا ركننا بعيد شويه. وطبعا انا منزل ستوري، فاول ما ايه يعني منزل ستوري قلت عايز حد يساعد معايا وما يكونش اي حد اعرفه. فقابلنا الاستاذ طارق، اتصل عليا، قلت له تعالى لي بسرعه، بعت له اللوكيشن. طارق جاهز؟ جاهز. وكان بص احنا محايدين، راجل محايد، ولا انا قلت لك اي حاجه، انا عارف. فهنروح بقى. طبعا هي عارفه اللي انا جاي وعامله اكل كتير، وعلى فكره احنا هنحاسب على الاكل، انا هحاسب على الاكل لان الاكل هيكون كتير يعني. فتوكلنا على الله. يلا يلا طارق. هنحاول نعمل لكم دبوس لوكيشن. هو المطعم اسمه كرم المدينه، حتى هي كاتبه اكلات مصريه باكستانيه وهنديه بره على المطعم، بس هي صاحبته ست مصريه. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، احنا لسه ما جربناش، حتى طارق ما جربش. دي الاصناف اللي هم نزلوها، ودي الاصناف اللي هم بيبيعوها اصلا هنا في المطعم. محشي، بشاميل، عندي دجاج هنا محمر، طبعا السلطات، بط، محشي مشكل. ايه يا طارق؟ ايه تمام. في سمك، ورز مصري شعريه، وفي رز البسمتي. فدي الطاوله بتاعت ام محمد، دي الاكلات اللي بتعملها هنا، او تقدروا تقولوا عزومه. بس طبعا احنا ايه، مش هنسيبها طبعا، حرام تهدير للمال. هندفع كل الحاجه دي كلها، وان شاء الله نقطعها ونطلعها زي ما قلت لكم لوجه الله بعد ما نجرب. انا هخليكي تقولي كل اللي في نفسك. بصوا اول حاجه كده، السلام عليكم. الاكل نزل لنا، طارق معايا وصل، وجنبي محمد ابن ام محمد. ام محمد بقى انا عايزك تكلميني عن عن المكان، لان انا المطاعم المصريه او اللي هي بتعمل اكل باكستاني وهندي وتكون صاحبتها ست مصريه. اتفضل يا ام محمد، احكي لنا بقى القصه كلها. بقول لحضرتك احنا خدنا المطعم كان اللي ماسكه باكستاني او وهندي. فاحنا خدناه وضفنا عليه الاكلات المصريه، والحمد لله يعني شغالين بعمل دي كده كل الاكلات المصريه. انت قلت لي ان في باكستاني وهندي. وهندي. دي جديده يعني، ما فيش حد اصلا مصري بيشتغل اكلات غير المطبخ المصري. وحضرتك قلت لي انت بتقومي من الساعه فجر. 3 الفجر. انا اللي بسوي شباتي، انا اللي بعجن وانا اللي بسوي، يعني هي الشغلانه شغلانه راجل، بس انا ربنا يديكي طول اتعلمتها العمر. لا من بالعكس، ربنا يعطيك الصحه والعافيه. طيب احنا ما شاء اتعلمتها. الله قدامنا، انا مش عايز اقاطعك، انا عايزك تقولي لي من بدايه اليوم لنهايته. انا عارف ان محمد ابنك جنبنا على طول اهو. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ انا جاي عشان اشوف الاكل المصري وادوق تمام، وكمان عشان الناس اللي هي بعيده عن منطقه بنيد الجار برضو تقرب لك. انتوا عندكم توصيل صح؟ بيجي لي ناس من حوالي ومستنيه. داخل بنيد الجار. لكن لو بره مثلا مندوب وكده، لو كميه اه ما نودي ما فيش كميه مشكله. حلو. برضو على الاكلات مش على المصريه او الباكستانيه او الهنديه اه نفس الشيء. ايه تاني؟ طبعا ايه عندكم تاني مميزات برضو؟ هي شباتي هي اللي الصبح تمام. عامه كلتها
هي اللي عامله. ده قلت لي من 3 الفجر. من 3 الفجر لما الاذان الظهر. من 3 الفجر ان شاء الله. يا ربنا يعينك. الاول احنا بقى عايزين ندوق الاكل وهنقول راينا، وان شاء الله تتكرر الزياره مره تانية. في حاجه تانية غير اللي قدامي ده بيتعمل، ولا دي كل الاكلات اللي هي المصريه؟ لا، في طيب قولي لي بقى، طيب ده ايه؟ دي مكرونه ولحم فرن. حلو. ودي دجاج فرن. تمام. دي رز. انا عارف، بس انا عايز الناس اللي سمعانا برضو تعرف اللي حضرتك بتعمليه. دي رز حبه وحبايه. تمام. دي ملوخيه. دي محشي كرنب. تمام. لا ده اللحمه بردك فرن. تمام. محشي كرنب. ريحته مهفهفه عندنا هنا. مكرونه بشاميل. تمام. دجاج محمر. دي بتنجان مخلل. حلو. دي دكر بط. الدكر البط ده جاي عشاني؟ والله؟ ايوه والله. طب سبحان الله، ما انا قلت كده. رز. بنعمل 3 اصناف رز ابيض والاصفر اللي قدامكم ده بالبهارات. تمام. ورز المصري يعني ده مش مصري، ده يعتبر اللي هو واخد سكه الباكستاني شويه، صح؟ بيعملوا كده. وطبق المحاشي دي موجوده في الحاجات دي موجوده في المنيو، صح؟ كل حاجه. طبعا اللي عندي هنا مقلي ومشوي وبوري والحاجات ديت يعني. ان شاء الله. وطبعا طقم السلطات اللي انتم شايفينها. والسلطات. في حاجه تانية مخبيها علينا محمد ولا؟ امرار الزبون اللي بيطلب حاجه يعني؟ لو الزباين بتطلب حاجه مثلا بيتعمل. بيتعمل. حلو. بصوا انا لما جيت ما لقيتش فيه منيو. احنا ان شاء الله على امل بقى بعد التصوير ده محمد هيتعب شويه ويعمل لنا منيو ان شاء الله. مطبعه ظبط لك الدنيا كده يتحط، عشان اللي يجي هنا يكون مبسوط على الاقل، شايف الاسعار وعارف الاصناف. عندنا اللحمه ما شاء الله كتيره، في على المكرونه وفي لحمه لوحدها. هنا اللحمه دي ملبسه، دي مدهنه شويه. في معانا محشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده ايه؟ ده المحشي بتاعهم. تسلم. نتيجه مبشره. طارق، انا نزلت ستوري. انا نزلت ستوري وقلت يا جماعه عايز حد يجي ما يكون محايد ما يعرفنيش. طارق لبى في 2 بس متاخرين براحتهم. ممتاز والله. انا ماشي. زي ما قلت لكم قطعه 2 بنيد الجار. ده الشارع اللي فيه المطعم، ده اسم المطعم كرم المدينه. اكلات مصريه واكلات باكستانيه وهنديه. الحمد لله رب العالمين احنا خلصنا. الحاجه دي مش هتترمي، الحاجه دي هتتقفل وتتوزع على المحتاجين. نطلع نوزعها دلوقتي على البحر. ام محمد شكرا جزيلا. ده كده الاكل اللي احنا كنا بناكل منه. شلنا طبعا التاكل وظبطنا الدنيا. هنطلع انا وطارق نوزعهم بقى على البحر. هنشوف بقى طريقه يعني. نطلع بقى نجيب السياره نعبي الوجبات. هي ما عملتش وجبات كتير بس مفيش مشكله. وكمان طارق الشاب اللي هو جاي عن طريق الستوري هيطلع يوزع معانا. احنا كده قسمناهم 10 وجبات، فقلنا نعدي على بقاله. كمان الجو حر برضو، الناس مش هينفع نديها لهم من غير ميه، فقلنا نخش برضو نجيب ميه. ماشي. وانت بدفعتهم؟ جزاك الله كل خير. يلا شكرا. نوصل لحد السلميه هنا عند المارينا. الشباب بقى اللي موجوده هنا اللي بتنظف ولا حاجه نبدا ندي ايه كل واحد حاجته. ماشي طارق. هنحط بقى كل جبنا ميه طبعا، كل ميه في وجبه وناخدهم معانا ونمشي. ما ينساش بقى في النهايه لو في اكل فاضل منه كتير، بدل ما يرميه ولا يروح يخزنه وهو اصلا مش هياكله، لا يقفله ويظبطه. معلش يصرف له كمان فلوس شويه، يظبط ميه كده ووجبه كامله ويديهم لاي حد محتاج. وبالعافيه. كم واحد؟ يلا تمام. تعال خد. يلا. في تاني نفر؟ ايوه واحد موديل. اوكي. موديل في تاني نفر؟ في ايزي. يجي؟ خلي موجود. وزعنا 6 ناقص 4. قالوا لنا روحوا عند المارينا تاور هناك. ايه شعورك يا طارق؟ والله شعور جميل بصراحه. اول مره صح؟ اول مره بصراحه. اول مره. بص هو عشان اقول لكم على حاجه، فكره ان احنا نبدا من بدايه الفيديو خالص، ان احنا مثلا ندعم حد او ادعم حد، بعد كده ننهيها بالقصه اللي هي الايه اللي احنا عملناها، ان احنا طلعنا الاكل. طبعا كتير، الاكل كتير ما شاء الله. ما قدرناش، في حاجات اصلا ما حطيناش ايدينا فيها يعني، وفي اكل انا ما اكلتوش عشان بس ما حدش يقول لك ان الاكل كان حلو او وحش. الاكل كان مستوى شعبي، هو تمام، اكل مصري، شغل البيت يعني، للناس اللي بتحب المستوى الاكل ده. وفي النهايه في الاول وفي الاخر هو دعم اسمها ام محمد. لام محمد. بس حبيبي يا طارق انا تعبتك تقريبا كده. طارق هنستعين بيه تاني ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.